كنت دايم أسمع صوت صريخ أمي قبل لا أنام، صوتها وهي تقول له تكفى يا سالم الولد صغير. السلام عليكم، اليوم إن شاء الله بنقول قصة جديدة، بس قبل لا نبدأ تنسوا لايك والكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. صاحبة القصة تروي وتقول أنا رهف، عمري 21 سنة، وجهي كم مرة جميل مثل ما يقولون الناس يجر العين. بالشكل ذا كان هو سبب عذابي مو نعمة أبد. كل مرة يشوفني أبوي كان يرميني بكلمة تحرق، وإيش فايدة الجمال دام ما جبتي لنا فلوس. وقت كنت صغيرة كنت دايماً أوقف عند باب الغرفة ماسكة أطراف ثوبي بيدي الصغيرة وقلبي يدق كأني أنا اللي أنضرب، لأن أبوي دايماً كان يضربنا. ما كنت أفهم وقتها ليش أبوي صارخ وليه أمي تبكي كل ليلة، بس كنت أعرف شي واحد، إنه بيتنا مو مثل بيوت الناس الباقيين. كبرت وأنا أشوف أبوي سالم كل يوم يرجع من المجلس وجهه متعكر، ريحة دخان وعرق تملى المكان، وصوته يسبق خطواته، وكلنا نختفي مثل العصافير وقت العاصفة. أنا كنت أكبر إخواني الأربعة، وبعدي فيصل عمره 17 وعلي 15 وسعود وجود توأم عمرهم 10 سنوات. كنا نعيش في بيت شعبي في أطراف المدينة، غرف قليلة وجدران متشققة كمان، لكن أكثر شي يوجع إن البيت كان مليان خوف وأبدا ما يدخل الحب ولا الحنية بعد. أبوي كان يشتغل في المقاولات بس فلوسه دايما تروح على القمار والمجالس، وأمي الله يرحمها كانت تشتغل تطريز للناس الحي، تجمع الفتافيت عشان ناكل. كانت حنونة وصبورة، عمرها ما رفعت صوتها ولا ردت الإساءة بالإساءة أبدا. كنت أحبها أكثر من نفسي. كانت لما تحط يدها على راسي وتقول يا بعد يا رهف، لا تخلي قسوة الدنيا تغيرك، دام قلبك طيب بتقومين منها. ما كنت أدري إن هالكلمة بتصير الشي الوحيد اللي يواسيني طول السنين الجاية. أبوي ما كان يطيق يشوفني ويقول كل ما أشوفك أتذكر إني ما جبت ولد أول، جبت بنت تنكد علي. كنت أحاول أرضيه بأي كلمة، أطبخ وأنظف وأعتذر حتى لو ما سويت أي شي، بس ولا شي كان يعجبه. وللأسف في يوم من الأيام كنت أغسل الصحون، دخل علي المطبخ وهو يصارخ وش ذا الأكل ما يصلح للكلب حتى، الله يكرم النعمة. قلت له أنا كنت خايفة وأرجف، أمي اللي سوته. وقتها ضربني كف لدرجة حسيت الدنيا تدور فيا، وقال لا تبررين، انتي سبب كل شي، وجهك لحاله يجب النحس. ذاك اليوم أول مرة أبكي بصوت عالي، كنت دايم أخفي دموعي بس ما قدرت خلاص. بعدها بفترة قصيرة مرضت أمي، ما كان عندنا فلوس نوديها مستشفى، وأبوي رفض يبيع أي شي عشانها وقال إنها ما تستاهل. وماتت أمي بين يدي وأنا أقرأ عليها القرآن. يدي كانت تمسك يدها وهي تبرد شوي شوي. ذاك الإحساس عمري ما أنساه. يوم دفنوها ما حسيت إنهم دفنوا أمي، حسيت إنهم دفنوني أنا كمان. مرت الشهور بعدها وصار البيت أظلم وأظلم. سعود وجودي ينامون بحضني كل ليلة من الخوف، وفيصل صار يهرب من البيت أغلب الوقت، يشتغل بأي شي عشان ياكل. وأبوي صار أسوأ، بدأ يطالعني بطريقة مو مريحة، نظرات فيها شي ما هو مفهوم. كنت أتجنب أوقف قدامه أو أتكلم إلا للضرورة، لين يوم دخل علينا وقال بصوته بطريقة تخوف أكثر من الصراخ كمان رهف بكرة بتجين معاي مشوار. سألته بخوف على وين؟ قال بيت ناس محترمين بيشوفونك. وقتها أنا ما استوعبت، قلت ليش بيشوفوني؟ رد بابتسامة غريبة يمكن نصيبك يا بنتي، دام ما حد نفعني منكم يمكن تنفعيني انتي. وقتها تجمد الدم بعروقي، كنت أفهم وش يقصد بس ما كنت مصدقة إنه يقدر يسويها. ثاني يوم صحاني بدري وقال البسي شي محترم وارفعي راسك قدام الناس، لا تفضحيني. لبست فستان أزرق باهت من بقايا أشياء أمي، وغطيت شعري بشيلة سودا. ركبت معاه السيارة القديمة، كل الطريق كنا ساكتين، قلبي يدق وإحساسي يقول إن المشوار ذا بيغير حياتي كلها. وقفنا قدام بوابة ضخمة، بيت كأنه قصر من قصور التلفزيون، وراح يرن الجرس بثقة كأنه صاحب المكان. وقتها فتح لنا رجل أنيق وقال تفضل أستاذ سالم، الشيخ راشد ينتظرك. دخلنا وأنا أمشي وراهم بخطوات مرة ثقيلة، عطر المكان، لمعان الأرض، الستاير المخملية، كل شي يصرخ إنهم مرة أثرياء، بس أنا كنت حاسة بضياع مو طبيعي. جلس أبوي وصارت بينهم سالفة رسمية ما فهمت منها إلا كلمتين تكرروا مرة كثير، المهر والعقد. وقتها سمعته يقول هي أمانة عندكم من اليوم، بنتنا صارت منكم وفيكم. رفع الشيخ راشد نظره لي وقال ابتسامته الباردة مبروك يا بنتي، من اليوم انتي ملك ولدنا تركي. كنت واقفة وما تحركت ولا تكلمت، كنت أسمع كل كلمة وأحسها تطعني
بعتني يا أبوي، بعتني مثل ما تبيع سيارة أو أرض أو أي شي ما له لزوم. وقتها هو التفت لي وقال بصوت خافت ما اسمعه غيري: كوني ذكية يا بنت، ترى ما في أحد يشتري قطة في كيس. هنا حسيت إني مو إنسانة، حسيت إني سلعة فعلا. ومن بعد كذا حسيت الدنيا وقفت، كنت واقفة مكاني وعيوني تدمع، بس ما قدرت أتكلم ولا أقول أي شي، حتى دموعي كانت تخاف تطلع قدامه. طلعت من المجلس وجلست في الممر، أتنفس بصعوبة، أحس صدري يضيق كأني أختنق. كنت أسمع صوتهم جوا كلام رجال، أوراق توقع وضحكات. الضحكات كانت غريبة يا جماعة، فيها فرح بس مو فرح زواج، فرح وكأن صفقة وتمت. بعد ما خلصوا طلع أبوي من عندهم، مر من جنبي وهو يقول بدون ما يطلعني: جهزي نفسك، العرس بعد أسبوع، بيجون ياخذونك بنفسهم. ما وقف ولا ودعني وما قال حتى الله يوفقك ولا أي شي، كأن ما لي بنت اسمها رهف، ما كنت يوم من الأيام بنته حتى. رجعت البيت ودخلت غرفتي، كل شي فيها بسيط بس أنا كنت أحبها: السرير الحديدي اللي دايما يصر لما أقوم، المخدة اللي تطريزها بيدي، المراية الصغيرة اللي دايما أسوي قدامها شعري. كل شي له ذكريات صغيرة حتى لو كانت حزينة. جلست على السرير ودموعي نزلت، مو دموع حزن على الزواج، دموع وجع، لأني عرفت إني أبوي باعني بضمير مرتاح. فيصل دخل علي الغرفة بعدها بشوي، كان وجهه متوتر، عيونه حمرا من البكا، وقال بصوت مبحوح: وش قال لك؟ قلت له وأنا أمسح دموعي: باعني يا فيصل، قال بتزوج، بس مو زواج، هو باعني. ضرب الجدار بيده بقهر وقال: قسما بالله لو عندي فلوس ما أخليك تروحين، بس وش نسوي؟ وقتها أنا حضنته وأنا أحاول أكون القوية، بس صوتي كان يرتجف وأنا أقول له: انتبه على السعود وجود يا أخوي، لا تخليهم يعيشون مثلي. هز راسه وطلع وهو يمسح دمعة بيده. آخر ليلة لي في بيتنا كانت أطول من كل حياتي. نمت وأنا ماسكة صورة أمي، قلت لها: يمه دعواتك معاي، يمكن هناك ما يعنفوني، يمكن هناك أعيش مثل الناس. كنت أواسي نفسي بكذبة صغيرة، كذبة ما فيها أي أمل ولو ضعيف. مر الأسبوع وجاء اليوم اللي وعد أبوي فيه إنهم يجوا. جت سيارة فخمة ومعها حرمة أنيقة اسمها عهود، قالت إنها خادمة عند آل غانم. طلعت معي شنطة صغيرة فيها كم ثوب، وأبوي ما طلع حتى إنه يودعني. صوته جاني من المجلس وقال: لا تنسين، ارفعي راسك، لا تفضحيني. بس رفعت راسي، مو عشان كلامه أبد، رفعت راسي لأني قررت من اليوم ما أبين ضعفي لأحد. أول ما دخلت القصر كنت منبهرة، ما كنت شايفة شي زي حياتي قبل. الأرض رخام أبيض يلمع، وثريات نازلة من السقف مثل المطر، وريحة المكان عطر فخم مدوخ. أقبلتني حرمة فخمة بعبايتها المخملية، وشعرها كان مصفف بعناية، وعيونها فيها هيبة، وقالت لي بابتسامتها الباهتة: انتي رهف، أهلا فيك يا بنتي. عرفت بعدها أن الشيخة نيوف الغانم أم تركي كانت جميلة رغم كبر سنها، ملامحها قوية، بس كلامها كان بارد ورسمي، كأنها تتكلم مع موظفة مو زوجة ولدها أبد. وراي جلست بنت أنيقة لابسة فستان أبيض قصير، نظرني من فوق لتحت. قالت بصوت خفيف لكن في نبرة استهزاء: هي ذي اللي اختارها أبوي، شكلها صغيرة مرة. نيوف قالت لها: اسكت يا دانا. عرفت إنها أخت تركي، وعرفت من أول لحظة إنها ما راح تحبني. وقتها هم ودوني جناحي الخاص في الدور العلوي، الغرفة كأنها مأخوذة من مجلة فخمة، سرير ملكي وستاير طويلة وإضاءة ناعمة، ودولاب مليان فساتين وعطور وأحذية من أغلى الماركات. لمست الأقمشة بأطراف أصابعي، بس ما حسيت فيها فرح، حسيت بثقل. كل فستان وكل شنطة ذكرني بالصفقة اللي تمت. جلست على طرف السرير وبدأت دموعي تنزل بصمت. كنت أبغى أفرح مثل أي عروس، بس ما قدرت، لأن ما كان في قلب ينبض لي ولا فرحان فيه أساسا. ليلتي الأولى هناك كانت غريبة، ما شفت تركي، ما سمعت حتى صوته. بس ثاني يوم الساعة 10 الصباح جت عهود وقالت لي: الشيخة نوف تبي تشوفك في الصالة، والشيخ تركي هناك بعد. قمت وقلبي كان يدق، لبست فستان بسيط سكري اللون، مشيت بخطوات هادية، ولما دخلت الصالة شفته لأول مرة. طويل عريض المنكبين، لابس بدلة رمادية، وشعره أسود ناعم، ملامحه ثابتة، وعيونه رمادية باهتة كأنها ثلج. وسامته كانت باردة، وسامة رجل ما يبتسم. كان ماسك فنجال قهوة ويجلس بثقة. لما دخلت رفع نظره لي بهدوء كذا، نظرة واحدة بس كانت كافية تخليني أحس إني مكشوفة قدامه.
أمه قالت بابتسامة رسمية: تركي هذا زوجتك رهف، اليوم بتنقل غرفتها عندك. هو ما قال ولا شي، بس هز راسه ببرود، وبعدين قال بنغمة جامدة كذا: تمام، خلاها ترتاح، بنشوف ترتيبات الزيارة المسائية. وقتها كنت أقول زيارة؟ ما فهمت وش يقصد، بس بعد ما طلعت أمه قال لي لأول مرة إنه يتكلم معايا أساسا: رهف، زواجنا ما له معنى بالنسبة لي، بس في شروط. وقف قدام عيونه ثابتة على وجهي وقال: قدام الناس بتكونين زوجتي بنت آل غانم، لكن بيني وبينك ما في شي اسمه حب ولا حياة زوجية. كلماته طاحت علي مثل الحديد. ما قلت شي، بس قلبي وقتها احترق. طلعت من عنده ودخلت غرفتي وأنا أرتجف. كنت أحس كأني سجينة في فندق، كل شي حولي جميل إلا إحساسي. طلعت على البلكونة أشوف المدينة من بعيد. وقتها كنت أتمنى وجود أمي، وإن الدعوة حقتها ما كانت نجاح، كانت قفص ولكن ذهبي. ومن بعد ما قال كلمة وترك الغرفة جلست على السرير وقت طويل ما حسيت فيه بالوقت. كنت أحاول أستوعب كل شيء، إن تزوجت رجل ما يبيني، وإن الناس تشوفني زوجته بس هو يشوفني واجهة. ما كنت أقدر حتى أبكي بصوت، كأن دموعي صارت تخاف تزعج أحد في هالبيت الكبير. الصباح اللي بعده جت عهود الخادمة تطرق الباب بخفة وقالت: الشيخة نوف طالبة تشوفك، وطلبت لا تتأخرين يا رهف. قمت ولبست عبايتي، ربطت شعري على شكل كعكة صغيرة بسيطة، ونزلت الصالة. كانت نوف جالسة تشرب قهوتها، وجنبها دانا تمسك جوالها وتضحك. رفعت نوف نظرتها لي وقالت: رهف، من اليوم تتعلمين كيف تكونين حرمة آل غانم، المظهر، الحديث، الجلسة، كل شي محسوب يا قلبي. قلت: إن شاء الله يا خالة. رفعت حجبها وقالت: أنا مو خالتك، ناديني الشيخة نوف. طلعت ريقي وقتها وقلت: تمام يا شيخة نوف. وقتها ضحكت دانا بخفة وقالت: واضح إنها بسيطة مرة، شكلها ما تدري حتى تمسك كوب القهوة كيف. نوف وقتها ردت عليها وقالت: يكفي يا دانا، كلنا كنا نبدأ من الصفر. بس نظرتها لي قالت العكس تماما. بعدها بأيام بدأت أتعلم أشياء ما كنت أعرفها: كيف أمشي بثقة، كيف أتكلم قليل، كيف أبتسم بدون ما أبين مشاعري. كنت أحس إني أتغير شوي شوي، مو بإرادتي، لكن عشان أعيش. الخدم كانوا يخافون من نوف، الكل ينادي تركي بس الشيخ تركي، هيبته تمشي قبله. نادرا أشوفه، إذا شفته تكون بيننا محادثات قصيرة جدا. يعني مثال عليها: جهزي نفسك بنروح عزيمة، وأرد عليه بتمام. لا تلبسين ألوان فاقعة عشان أمي تكرهها، وأرد عليه بحاضر. وكان يطلع قبل ما أقدر أقول أكثر من الكلمة ذي. في إحدى الليالي رجع القصر متأخر، الساعة يمكن 3 الفجر. كنت بالجلسة الصغيرة ماسكة المصحف وأقرأ بهدوء عشان أقدر أنام. دخل بدون ما ينتبه لي أول، وبعدين وقف وقال: وش تسوين صاحي لهالوقت؟ قلت له بخوف خفيف شوي: ما قدرت أنام، فقلت أقرأ شوي. نظر للمصحف، صوته تغير نبرته اللحظة وقال: من زمان ما سمعت صوت قرآن في القصر. وسكت. جلس قدامي على الكرسي الجلدي وشبك أصابعه كأنه يفكر بشي بعيد. سألته بهدوء كذا وقتها وقلت له: تعبان؟ قال بابتسامة صغيرة ما كملت ثانية: تعبان من كل شي. كانت أول مرة أحس إن ورا هذا الجمود في إنسان حقيقي. بس رجع قام وقال بصوت بارد: نعمي، الصبح عندنا اجتماع عائلي، أمي تبيكي تكونين موجودة. وراح. بس أنا بقيت أتأمل مكانه، وأحس قلبي بدأ يحس فيه، يعني شي أنا ما فهمته. اليوم اللي بعده كان الاجتماع الكبير، أول مناسبة أحضرها كزوجة الشيخ تركي. كل العيون كانت علي، كل الهمسات تدور حولي. دي زوجة تركي غريبة، شكلها صغير جدا، بس ما شاء الله جمالها فخم. يمكن هم اختاروا عشان كذا. تركي جلس جنبي قدام الكل، لأول مرة يمسك يدي قدامهم، يبتسم لي ويقول بنغمة واضحة يسمعها الجميع: راف تعجبني لأنها مختلفة، بسيطة بس راقية. قلبي كان يخفق وقتها. مرات الناس كانت تصدق تمثيله، بس أنا كنت أعرف إنه تمثيل، يمثل الزوج المثالي اللي يحب زوجته. ومع ذلك قلبي صدق اللحظة، يمكن لأني تمنيت إن التمثيل يصير حقيقة. بعد الحفلة رجعنا للقصر، وأنا ما زلت حاسة بحرارة لمسته في يدي. كنت أمشي وراه وفجأة التفت وقال: لا تخلين الناس يشوفون ضعفك، أنت تمثلين اسمي مو نفسك. قلت له: بس أنا ما مثلت، أنا كنت على طبيعتي. وقتها قرب خطوة وعيونه تجمدت في وجهي، وقال بصوته: في وجع أو غضب، يعني ما قدرت أحدد.
طبيعتك هي اللي بتكسرك يا رهف. ومشى تاركني واقفة وقلبي قاعد يرتجف. ذيك الليلة بكيت بصمت، كنت بين حلم وواقع، بين قصر فخم ووجع ما له نهاية. مرت أيام بعد الحفلة وتركي ما كان يتكلم معايا إلا وقت اللزوم، كأنه بس رجع لبروده القديم. وكان اللي صار بيني قدام الناس ما كان إلا مشهد تمثيل انتهى بمجرد ما انطفت الأضواء. كنت أحاول أتعامل بلطف، أجهز له قهوة الصبح وأعتني بملابسه، أجهز له عشا خفيف لما يرجع متأخر، بس دايما رده كان واحد، نفس النغمة الجامدة اللي تقتل أي محاولة عندي. ولازم عندي خدم، ما يحتاج تتعبين نفسك. كمان كان يقول لي لا تخلين أحد يشوفك تتوددين لي، ما أحب كذا. كل مرة كنت أرجع غرفتي وقلبي يضيق، مو لأني كنت متعلقة فيه، بس لأني كنت أحتاج أحد يحس فيني، أي أحد. لكن هو كان كأنه جدار. في ليلة من الليالي رجع متضايق، باين عليه التعب من الشغل. قلت وأنا أقرب تبين أجهزلك عشاء أو شاي؟ رد بدون ما يطلعني وقلت لك لا. قلت له تركي أنا مو خدامة بس أحاول أكون زوجتك يعني. رفع عيوني علي وكانت نظرته حادة وقال زواجنا تمثيل، لا تخلين نفسك تصدقين وامشي من وجهي. الكلمة وقتها جرحتني جرح ما قدرت أوقف دموعي بعدها. انسحبت لغرفتي وسكرت الباب وبكيت بصوت عالي لأول مرة من دخلت القصر. تعبت إني أكون الطيبة اللي حقرها الكل، تعبت أكون الصفقة اللي ما تنحب. تاني يوم لما صحيت قررت شي واحد، أنا ما راح أعيش ضحية أكثر. قمت من سريري وصلعت كل فساتيني، كل شنطهم وكل شي كانوا شايفينه زينة لي. نظرت بالمراية وشفت بنت جميلة بس مطفية، وقلت انتهى زمن رهف اللي تبكي عشان أحد. من هاليوم بدأت أتعلم كل شي كنت أجهله، عن الأناقة، عن كيف أوقف ثقة، عن كيف أتكلم وأخلي الناس يسمعون لي. اشتريت كتب، تبعت دروس عن الموضة واللباقة، وحتى كمان حضرت دروس عند ناس مرة مشهورين. حتى طريقة مشيتي غيرتها بس مو عشانهم، عشان نفسي ذي المرة. بعد أسبوعين تركي رجع من سفر قصير، دخل البيت كالعادة، يمر من الصالة متعود يشوفني بثوبي البسيط وجلستي العادية. لكن المرة دي وقف مكانه. كنت جالسة أقرأ مجلة أزياء، لابسة عباية أنيقة بلون رمادي، وشعري كان مسرح بنعومة، وعطري فواح في الجو. ما تكلم بس عيونه كانت تمشي علي بنظرات متفاجئة، وقال لي بنبرة حاول يخفي فيها ارتباكه وإعجابه بنفس الوقت، وش اللي مغيرك؟ رفعت نظري عليه وقلت يمكن أخيرا قررت أكون مثل ما يبغى آل غانم إنهم يشوفوني. قال نبرة فيها غيظ خفيف ما قصدت كذا، بس واضح إنك صرت تبالغين. ضحكت وقلت له أبدا، بس شكلي تعلمت كيف أكون بدون أستنى رضاك. كانت أول مرة أقول له جملة فيها قوة، وما نزلت عيوني بعدها. من يومها صار يراقبني من بعيد. كنت ألاحظ نظراته لما أتكلم ثقة مع الخدم، أو لما ألبس وأطلع مع أمي لحفلات العائلة. كان يغير شي بس ما يعترف. وفي أحد الأيام دخل الصالة وقال لي بنبرة متوترة يعني شوية لأول مرة، رهف فيك شي، لي فترة أحسك متغيرة. رفعت حاجبي وسألته، قلت له وش قصدك بالضبط؟ قال هو يعبث بساعته كان يحركها، يعني ما عاد تهتمين مثلا ولا تسألين وين أروح ولا حتى تتكلمين معايا مثل قبل. وقتها أنا ابتسمت وابتسامتي كانت باردة، وقلت له عادي، يمكن لأني أخيرا فهمت كلامك، زواجنا تمثيل صح، وأنا قاعدة أتعامل بنفس القواعد. سكت كأنه ما لقى رد. نظراته كان فيها دهشة وغضب وحاجات غريبة كذا ما قدر يخفيها. والأول مرة هو اللي ترك الغرفة متوتر مو أنا. ذيك الليلة وأنا أتأمل بسمم البلكونة حسيت بنشوة صغيرة، مو لأن تركي انقهر، لكن لأن رهف أخيرا وقفت على رجولها. رهف الجديدة ما تبكي على اهتمام أحد، هي تصنع قيمتها بنفسها، ولما تبغى تحب تختار هي الوقت، ما هي منتظرة من أحد أي شي. ومن يوم ما قررت أعيش لنفسي كل شي تغير، حتى نظرات الناس لي تغيرت، مو لأنهم عرفوا قيمتي فجأة لا سمح الله، لكن لأني أنا اللي عرفت قيمتي أخيرا. كنت أعيش بثقة ما عرفتها قبل، أصحى الصباح بدري وألبس رسمي وأروح مع نيوف لمقر شركة العائلة آل غانم. بالأول وجودي في الشركة كان مجرد زينة مثل ما يقولون، لكن شوي شوي بدأت أتعلم الأرقام، المشاريع، كيف يديرون الاجتماعات. وبعد فترة صرت مسؤولة عن قسم العلاقات العامة. كل الموظفين كانوا يحترموني، مو عشان لقبي
لكن عشان شغلي. وفي أحد الاجتماعات كنت أشرح عرضي الجديد قدام مجلس الإدارة، تركي كان جالس على راس الطاولة صامت وكان يتابعني. كنت أتكلم بثقة وأشرح الأرقام والخطط المستقبلية وأنا أشوف كيف عيونه ما تفارقني. وبعد ما خلصت تكلم أحد الشركاء الكبار وقال هو يبتسم: ما شاء الله، الشيخ تركي عنده ذوق نادر. زوجتك مو بس جميلة، ذكية بعد، وملكة جمال بكل معنى الكلمة. القاعة ضحكت بخفة، بس تركي وجهه تغير فورا، عروقه بدت تبين بوضوح وصوته صار حاد كان بينفجر. قال: نكمل الاجتماع بدون مجاملات شخصية. الجميع سكت والجو صار مشحون. أنا كنت عارفة إنه عصب، بس تصرفت كأن ما صار شي. كملت الجلسة بكل هدوء، وبعد الاجتماع شفته واقف برا المكتب ينتظرني، عيونه فيها شي غريب، شي بين الغضب والغيرة. قال بصوت منخفض لكنه كان حاد: وإيش كان يقصد لما قال لك إنك ملكة جمال؟ نظرته وأنا كنت ثابتة وقلت: يمكن يقصد اللي يشوفه الكل إلا أنت. سكت لحظة كأني ما صدق جرأتي، بس ما قلت أكثر. ابتسمت بهدوء وطلعت أكمل شغلي. تركته واقف مكاني، هو قاعد يناظرني. مرت أيام بعدها وهو متوتر يحاول يتقرب مني بس بطريقته الغريبة. صار يسألني: وين رايحة؟ ليش تأخرتي؟ مين كلمك بالجوال؟ مين رايحة معاه؟ وصار يهديني هدايا بدون مناسبة، عطور، شنط، حتى سيارة جديدة. بس أنا كنت أتعامل معاه ببرود راقي، ما أتجاهله بس ما أذوب له مثل قبل. كنت أتبسم، أشكره، وأكمل يومي. وتركي بدأ يضيع بين غروره وغرابته الجديدة، كأنه يحاول يفهم كيف صرت أعيش بدونه. وفي يوم الحفلة السنوية لمجموعة آل غانم كنت لابسة فستان أزرق سماوي فخم، شعري كان مرفوع، مجوهرات بسيطة، كل الأنظار كانت علي، ولمسات كالعادة تدور حولي. جاء نفس رجل الأعمال خالد السباعي، شاب وسيم لبق وعنده حضور القوي كمان. وقف قدامي وقال لي بابتسامة واثقة: أجمل ما في الليلة وجودك فيها يا رهف. وبعدها قال لي: عندي شي بسيط ودي تهدينه مني، تذكار عن إعجابي الكبير فيك. مد يده وكان فيها سلسلة نادرة من نوع ما يصنع منه إلا قطعتين في العالم. أنا تفاجأت ومديت يدي أردها بأدب، قلت له: أعتذر منك أستاذ خالد، ما أقبل هدايا خاصة. لكن قبل ما أكمل كلامي حسيت أحد يمسكني من ذراعي بقوة خفيفة. التفت وكان تركي، وجهه كان متصلب وعروقه مشدودة وصوته نازل لكنه مليان نار. قال له: زوجتي ما تستقبل هدايا من رجال غيري. خالد حاول يتدارك الموقف وقال: أكيد ما كنت أقصد شي، بس احترام لجمالها ومكانتها. لكن تركي قاطعه بنبرة فيها تهديد: احترامها يكون بحدود، واللي يتجاوزها يعرف وش يواجه. سحبني من المكان بدون ما يقول أكثر. الناس كلها شافت الموقف والهمسات رجعت تدور. ركبنا السيارة وهو صامت لكنه كان يغلي. بعد دقايق قال بصوت مرتفع فجأة: انتي وش كنتي ناوية تقولين له؟ ما جاوبته، كنت طالع للشارع بهدوء كامل. قال: تسكتين بعد؟ تتكلمين مع رجال كذا قدام الناس؟ ضربته بهدوء يخنق الغضب حقه وقلت: كنت برفض الهدية، بس الظاهر ما صبرت تشوف. صرخ أكثر، قال لي: ما أتحمل أحد يقرب منك، تفهمين؟ رفعت نظري وقلت ببرود: غريب. تذكرت فجأة أن زواجنا ما هو بتمثيل، ليه الغيرة الحقيقية الحين؟ سكت وصار صوته أوطى لكنه مهزوم. قال لي: يمكن لأني بطلت أقدر أميز التمثيل من الحقيقة. وقتها أنا نظرت ناحية النافذة وابتسمت بخفة، ما بشماتة لكن انتصار. من بعد ذاك اليوم صار كل شي غريب بيني وبينه، ما عاد هو تركي البارد اللي كنت أعرفه، ولا أنا رهف اللي تخاف من كلمته. صرنا نمشي بخطين متوازيين، هو يحاول يسيطر وأنا أحاول أعيش بطريقتي. بس رغم كل المسافات كنت أحس فيه دايم، نظراته وصمته وحضوره الطاغي بكل مكان أكون فيه. في اليوم الثاني بعد الحفلة ما كلمني ولا حتى نظر لي وقت الفطور، لكنه قال الخدم يجهزون لي مكتب خاص في الشركة الجديدة اللي افتتحها، وقال لهم بالحرف: راف من اليوم بتصير جزء من مشروعنا الجديد، الكل يسمع توجيهاتها. كنت مصدومة، هو ما قالها لي، قالها قدام الكل، لكن نظرته كانت تقول أكثر من 1000 كلمة ما قدر يقولها. وبعدها بأيام لاحظت أشياء كثيرة تغيرت.
صار يمر من عند مكتبي صدفة، يسألني عن رأيي في الاجتماعات، يحاول يفتح حوارات عن شغلي، بس مشكلته إنه ما يعرف يتكلم مشاعره، كل شي عنده لازم يجي بصيغة التحكم، لبسك رسمي، مو لازم تثبتين لأحد شي، وسالفة العطور القوية ما هي بذوقك، كذا كان كلامه معايا. كنت أبتسم وأرد عليه يمكن لأن ذوقي تغير زي ما حياتي تغيرت، ويسكت دايم كان يسكت كأنه ما يقدر يواجهني وأنا القوية. وفي يوم خميس كان عندنا اجتماع مهم جدا مع مستثمرين من خارج البلاد، جلست قدام تركي أشرح المشروع الجديد، وبيني وبينهم تبادل ثقة ونظرات احترام، لكن شفت كيف عيونه تصير قاسية كل مرة أحد منهم يتبسم لي. ولما انتهى الاجتماع قال لي وهو يحاول يخفي عصبيته: رهف، بعد الشغل الجاي خذي إجازة كم يوم. سألته ببرود: ليش متضايق من شغلي؟ قال لي: متضايق من نظرات الناس لك، بس ما راح أشرح أكثر. بس أنت لو قلت تركي ما تقدر تمنع الناس يشوفون اللي أنت قاعد تتجاهله. وانسحبت، كنت أسمع تنهيده وراي كأنه ينهزم من نفسه. مرت كم يوم بعدها وهو يحاول يتقرب، يدور أي سبب بس عشان يتكلم معايا. مرة يرسل لي ورد بدون اسم، ومرة يجي يسأل عن أشياء تافهة بس عشان يسمع صوتي. بس رغم محاولاته ما كان يعرف يعبر، ما يعرف يغير طريقته القديمة اللي هي غيرة وسيطرة وحدة في التعامل. وفي ليلة من الليالي رجع متأخر جدا، سمعت صوت خطواته تقرب من غرفتي، وبعدها طرق الباب. قال لي: رهف نايمة؟ رديت قلت له: أيوة كنت ناوية أنام. فتح الباب ودخل، كان لابس ثوب بسيط وشكله باين عليه التعب، لكن عيونه كانت مختلفة، فيها ضعف ما قد شفته من قبل. جلس قدامي وقال: أنا يمكن غلطت كثير، يمكن ما كنت الزوج اللي تستحقينه، بس وجودك غير كل شي في حياتي غصب عني. كنت أناظره بصمت، قلبي يدق بس ما أبين ولا شي. قال بصوت واطي: ما كنت أفكر يوم إنك تدخلين عقلي بهالطريقة. كل مرة أحاول أكون طبيعي ألاقي نفسي أفقد أعصابي بس أشوف أحد غيرك يشوفك. نظرت له بثبات وقلت: تركي، الغيرة ما تعني حب، اللي يحب يحس، يفهم، يطمن، ما يخنق. سكت وصوته اختنق شوي وهو يقول: يمكن أنا ما أعرف أحب مثل الناس، بس كل شي فيني يضيع لما أشوفك. وقتها لأول مرة شفت بعيني إن تركي اللي الكل يخاف منه هو نفس الإنسان اللي ضايع بين الكبرياء والحب. ما رديت عليه، قمت من مكاني وقلت له: تعلم كيف تحب بدون ما تجرح، يمكن وقتها أقدر أصدقك. طلعت من الغرفة وتركته هناك جالس والندم مال عيونه. وفي الأيام اللي بعدها بدأت أحس إنه يحاول يتغير فعلا، صار أهدى، ألين بالكلمة، حتى إنه أول مرة جاب لي ورد بنفسه وقال: مو ضروري مناسبة، بس حسيت المكان ناقصه لون. نظرت له وقلبي ابتسم غصب عني، بس عقلي قال: لسه الطريق طويل. تركي بدأ يحب بس بطريقته المكسورة، ورهف كانت تعلم كيف ما ترجع تنكسر مرة ثانية. ومن بعد آخر حديث بيني وبينه تغيرت أشياء كثيرة، صار بيني وبينه مسافة، بس مو مثل قبل، كانت مسافة تفكير ما هي بهروب. كنت أبي أتأكد هل فعلا تغير ولا مجرد فترة ندم مؤقتة. مرت أيام وهو يحاول يقرب بخطوات صغيرة، نعمة ما فيها الغرور القديم. صار يرسل لي رسائل بسيطة الصباح: لا تنسين فطورك، عندك اجتماع مهم، الله يوفقك اليوم. ودايما يشجعني ويقول إن أنا مبدعة كالعادة. كلمات يمكن صغيرة، لكن بالنسبة لي كانت أول مرة أحس إنه يشوفني مو يمتلكني. وفي أحد الأيام بالشركة صارت لحظة غير متوقعة، كان في وفد أجنبي جاي يقابل إدارة الشركة، وأنا كنت مسؤولة عن العرض. كل شي كان يمشي تمام لين أحد الحاضرين قال بابتسامته: Mrs. رهف, you are very impressive. Your husband must be proud. كل التفت علي وعلى تركي اللي كان واقف في الخلف. توقعت إنه يسوي نفسه متجاهل مثل عادته، بس لا. وقتها تقدم شوية كل هيبته وثقته، مد يده مصافحا وقال لي وهو مبتسم: أكيد فخور، مو بس لأنها زوجتي، لأنها المرأة اللي غيرت مفهوم النجاح كله عندي، وحتى حياتي كلها تلونت بوجودها. القاعة سكتت، كل العيون علينا، وأنا حسيت قلبي يطيح في مكاني. بعد الاجتماع حاولت أهرب كعادتي، بس لحقني، وقف قدامي وقال: رهف، أنا ما قلتها عشان الناس، قلت لإني ما عاد أقدر أخبي، لا على نفسي ولا على أحد. كنت ساكتة وأحاول أستوعب كلماته. قال بصوت ناعم لأول مرة بدون قسوة:
أعطيني فرصة أتعلم أحبك مثل ما تستحقين، مو أملكك، أحبك بس وأخاف عليك وأخلي العالم كله يشوفك مثلي. نظرت له نظرة طويلة وقلت الحب مو كلمة يا تركي، هو فعل وصبر وثقة، وأنا ما أقدر أصدق بسهولة بعد اللي صار. وقتها قرب خطوة وقال ما بتصدقين اليوم بس أبيك تخليني أحاول. ترددت لحظة وقلبي كان يصرخ أيوة، بس عقلي كان يقول لي احذري. قلت له أخيرا إذا بتبدأ من جديد نبدأ من احترام مو بالغيرة، من تفاهم مو أوامر، ومن حب ما يخنق. ابتسم وقتها قال لي وعد. ذيك الليلة وأنا راجعة البيت جلست عند نافذة غرفتي. المدينة كانت ساكتة بس قلبي ما هو بساكت. أول مرة من زمان أحس إن في ضوء بسيط صغير بس صادق، مو لأن تركي تغير تماما لكن لأنه اختار يتغير عشاني. ويمكن هذه كانت أول مرة أحس إني ما انبعت، إني اخترت منه. صباح اليوم اللي بعده دخل علي المكتب بابتسامة خفيفة وقال رهف جهزي نفسك، الأسبوع الجاي بنسافر. رفعت نظري عليه باستغراب وقلت له نسافر؟ ليش؟ قال لي يمكن لأننا تزوجنا قبل ما نعرف بعض وحان الوقت نبدأ من جديد كزوجين فعلا. وقتها سكت شوية بين الذهول والفرح قبل ما أقول له وش نعتبرها. ابتسم لي وقال شهر عسل متأخر بس حقيقي صراحة. وصلنا إلى سويسرا، بلد كأنها لوحة، الجبال تبتسم والثلج يغطي الشوارع كأنه حنين أبيض. وكان تركي مختلف تماما، ترك البزنس وترك الرسمية ولبس تيشرت صوفي بسيط. ضحك لأول مرة من قلبه، ضحك ما فيها غرور فيها صدق. وفي أول يوم كنا نمشي بين شوارع لوزان والجو بارد لدرجة إني أنفاسي تصير بخار. فجأة مد يده وقال لي بردانة. فضلت لحظة بس مديت يدي. أول مرة نحس بدفء بعض بدون خوف بدون تصنع. مشينا سوا كأننا نعيد تعريف العلاقة من أول وجديد. في الليل جلسنا عند نافذة الفندق المطلة على البحيرة نشرب هوت شوكلت. كانت لحظة ساكتة بس مليانة كلام. قال لي أعرف إني تسببت لك وجع كثير بس أقسم بالله إن كل يوم بيمر أحاول أكون رجل يليق فيك. وقتها نظرته وقلت ما أبيك تبرر تركي، أبيك تعيش معاي مو تحاسب نفسك طول الوقت. وقتها ضحك لي وقال يمكن عفو خاص. قلت وأنا ابتسم بس لا مشروط. قال لي بإيش؟ قلت له إنك ما ترجع الرجل اللي كنت أعرفه قبل. مد يده ولمس شعري بلطف وقال وعد ما أرجع إلا وأنا الرجل اللي تحسين بالأمان معاه مو الخوف. اليوم الثالث كان كله جنون بسيط. زرنا قرية صغيرة فيها عربات خيل وأسواق تراثية. وقتها أنا كنت أحس بنفسي نضجت، ولكن كنت أضحك بصوت عالي أول مرة. هو كان يطالعني كأنه يشوفني ولأول مرة فعلا. وقتها قال لي ما أدري ليه كل مرة تضحكين أحس الدنيا تصير أهدى. قلت له يمكن لأن صوتي نادر في حياتك. قال لي بالعكس، هو الشي الوحيد اللي أبي أسمعه كل يوم. كلماته ما كانت ثقيلة ولا مصطنعة، كانت حقيقية جدا، مثل ضحكنا، مثل البرد اللي جمعنا تحت مظلة واحدة وقت المطر. وفي أحد الليالي كنا نمشي بجانب البحيرة. وقفت ووقتها قال لي إرهف. قلت له ها؟ قال تدرين إنك أول مرة خفت أضيع فيكي فيها كانت يوم بكيتي ليلة زواجنا. كنت وقتها أتصنع القوة بس قلبي انهار. نظرته وصوتي صار أهدى من النسيم. قلت له الحين؟ قال لي الحين صرت أخاف أفقدك أكثر من أي شي ثاني. ما قدرت أقول شي، كل الكلام اللي كنت أحتاجه من زمان نطقت عيونه بدون حرف. في اليوم الأخير وأنا أجهز شنطتي دخل الغرفة وقال لي رهف. قلت له نعم. قال لي أقدر أقول إن الحين فعلا صرت متزوج إنسانة تحبني وأحبها، ما بعقد حتى بإحساسي. التفت عليه وقلت له يمكن نقدر نقول إن بدينا نعيش الزواج اللي تأخر بس جاب وقته. رجعنا من السفر بس العلاقة ما رجعت زي قبل. رجعنا إحنا متفاهمين مرتاحين ومتشاركين. هو صار يسمعني قبل ما يحكم وأنا صرت أصدق إنه فعلا يحبني. وبعد ما رجعنا من السفر كنت أحس إن الدنيا صارت أهدى. كل شي في البيت تغير، صوته ونبرته ونظراته، حتى طريقته في مناداة اسمي. كان يقول لي فطورك جاهز ومتأخريش على الدوام، وكان يوصلني وصار يهتم بتفاصيل صغيرة، تفاصيل اللي كانت تنقصنا. كنت أحس إن أخيرا عشت حياة طبيعية بعد كل الألم. لين يوم معين حصل في منتصف الأسبوع. دخلت الشركة كعادتي وكنت ألاحظ حركة غير عادية، هماسات بين الموظفين، نظرات غريبة. ما فهمت شي لين شفتها ريان.
كانت واقفة عند مكتب السكرتيرة أنيقة وشغلة ومنسدة بطريقة مدروسة، وعطرة يملى المكان وثقة قديمة. هي نفسها ليان حبيبة السابقة اللي خانته واللي تركته لما خسر صفقة كبيرة قبل سنوات، واللي دايما كنت أسمع اسمها يدور حوله مثل لعنة صامتة. وقف تركي عند مدخل الشركة وتجمد لحظة، كل شي سكت، نظراتهم التقت، نظرات مليانة تاريخ ما كنت جزء منه. وقتها هي قربت مني بابتسامة هادية وقالت: اشتقت لك تركي، اشتقت للموت. الكلمة نزلت مثل السكين، كنت واقفة بعيد وأنا أناظرهم أشوف لوين بيوصلون. تركي ما رد، كان يحاول إنه يحافظ على هدوءه. بعدين رد عليه ببرود: شوفي يا ليان، وقت الماضي انتهى. ابتسمت وقالت له: يمكن، بس الماضي أحيانا ما ينتهي إذا لسه في مشاعر. رجعت أنا مكتبي بس قلبي كان مشتعل. هل فعلا انتهى بينهم، ولا هي الكلمات اللي يقولها كل رجل يحاول يقنع نفسه قبل يقنع اللي حوله؟ في الليل جلسنا على العشاء، هو يحاول يتكلم طبيعي بس أنا كنت ساكتة. لاحظ سكوتي وقال: رهف، فيك شي؟ وقتها رفعت ناظره وقلت له: هي ليان صح؟ تغير وجهه لحظة وبعدين قال: رجعت الشركة بصفة مستشارة مالية، أنا مالي دخل بتعيينها. ضحكت بسخرية ناعمة، قلت له: يا صدفة غريبة، سبحان الله. قال بنبرة حاول يخفي فيها توتره: أعرف وش تفكرين فيه، بس لا، الموضوع شغل وبس. ظهرت بالهدوء بس جواتي كان بركان. كل لحظة أتذكر نظرتهم، ضحكتها، كيف وقفت قريبة منه أكثر. بدأت أرجع أعيش الخوف القديم، خوف المقارنة. كنت أحس إن كل مرة أشوفها كأني أسمع همس يقول هو يحبها أكثر. وفي أحد الأيام بعد اجتماع طويل دخلت المكتب ولقيتهم يتكلمون لوحدهم. كانت تضحك وهو مبتسم، بس كذا مجاملة. نظرت نظرة عادية يمكن، بس بالنسبة لي كانت كفيلة تهز ثقتي كلها. رجعت للبيت قبل الوقت وجلست على الكرسي اللي طلع على نافذة غرفتي، نفس المكان اللي كنت أجلس فيه قبل السفر، قبل التغيير. بس هذه المرة كنت أبكي بصمت، مو لأني فقدته، لكن لأني حسيت إني بدأت أخسره من جديد بدون حتى ما يحس. وذاك اليوم دخل الغرفة ولقاني ساكتة، جلس مقابل لي وقال: رهف، وش فيك متغيرة؟ وقتها ناظرته وكانت عيوني دامعة، يعني خلاص ببكي. قلت له: يمكن لأني بديت أحس إننا بنرجع لنقطة الصفر. قال لي هو مستغرب شلون؟ قلت له: رجعت ليان، ورجعت معاه نظراتك القديمة والابتسامة اللي ما كانت لي. وقف من مكاني وقرب مني وقال بنبرة بس فيها حزم وفيها رشفة صدق: رهف، لا تظلمين نفسك ولا تظلميني. أنا اليوم رجل يحبك انتي، مو أحد غيرك. وجودها ما يعني شي، صدقيني. سكت لحظة وبعدين مسك يدي وقال بصوته مبحوح: انتي كل شي في حياتي. رهف، ما ودي أعيش يوم بدونك، فلا تخربين علينا بشكل ما له داعي. كنت أبي أصدقه، بس الماضي ما كان سهل، والغيرة لما تدخل تخرب كل منطق. رجع ضمني وقال لي: أنا وعدتك ما أرجع الرجل اللي كنت تعرفيه، وماني ناوي أرجع، فلا تصيرين أنت السبب. سكت وأنا أحس كل حرف منه يخترق قلبي. ما جاوبته، بس دموعي قالت كل شي. يمكن كنت محتاجة دليل أقوى من الكلمات، محتاجة أشوف كيف بيتصرف فعلا، مش وش يقول. وما كنت أدري إن الدليل هذا جاي بطريقة وبأقصى شكل ممكن. وبعدين رجعت لنفسي وقلت: الخوف ما يحمل حب، الثقة هي اللي تبنيه. ومن ذاك اليوم قررت أوقف كل الأفكار اللي تضعفني. ما راح أكون رهف اللي تبكي في الزاوية على سريرها تنتظر تأكيد من تركي إنه لسه يحبها. لا، هالمرة بخليه يشوفني مثل ما أنا فعلا، امرأة تختار مو تتوسل. رجعت الشركة وأنا مرفوعة الراس. ليان كانت تمشي بين المكاتب بثقة مصطنعة، وكل خطوة فيها تقول يعني اللي هو هي ذكريات وهي ماضي ومدري إيش. بس لما دخلت أنا شفت كيف العيون تحورت. كانت نظرات إعجاب حقيقية، مو لأني فستاني فخم أو إني جميلة، لكن لأن ابتسامتي كانت ثابتة ومطمئنة ما فيها خوف. وأول اختبار صار وقت الاجتماع الصباحي. ليان كانت تعرض خطة جديدة، تركي جالس يستمع باهتمام مهني. ولما خلصت التفت علي تركي وقال لي: رهف، وش رأيك بالخطة؟ وقتها أنا ابتسمت وقلت: الخطة ممتازة، بس ناقصها كذا وكذا وكذا وكذا. رفع حاجبه وقال: يعني وش تقصدين؟ قلت له: أقصد إنها تشتغل بالأرقام بس، وأنا أحب أشتغل شغل يكون شغف.
يكون في مدري إيش وإيش وإيش وإيش، وقعدت أعدد له. ضحك وقال له هذا السبب اللي يخلي وجودك مهم عندي، دايما توازنين كل شيء. الكلمة كانت موجهة لي، لكن نظرة ليان وقتها كانت تبي تحرقني، تحاول تثبت نفسها قدامه، بس تركي يلمح قدام الكل إني شوفني أنا شريكة النجاح، ما هي. في الظهر وأنا طالعة من المكتب لقيت ليان توقفني بابتسامة مصطنعة وقالت: ما شاء الله، شكل سفرتكم أثر عليكم واجد. يمكن لأن السفر يخلينا نعرف بعض أكثر. ده كان ردي لها. قلت لها: يا حبيبتي، تراني أنا زوجته مو إنتي. قالت النظرة فيها تحدي خفي: بس ما أظن الحب الحقيقي يتغير بهالسرعة. قلت لها: فعلا الحب الحقيقي الحين جاء غطى على الكل. ابتسمت بهدوء وقلت: بس الناس تتعلم تميز بين اللي يستحق واللي لا. سكتت وانقلبت ابتسامتها. قلت وأنا أعدل ساعتي: بالمناسبة، تركي يحب الشغل دايما فيه شغف، مو الحنين للماضي. ودركتها واقفة تبتلع غيظها بقع بالطقاق هي وماضيها. في المساء تركي دخل علي وقال بابتسامة حنونة: وش قلتي لليان؟ شكلها كانت طايرة من الغاز بالاجتماع. ضحكت وقلت له: ما قلت شي، بس ذكرتها إن الماضي ما له مقعد بيننا. قرب مني وقال: وهل بيننا حاضر يستحق نحافظ عليه غيرك؟ قلت له: أيوة، ويستاهل أكثر من كذا بعد. ضحك وقال: طيب الليلة عندي شي بسيط لك، البسي فستانك اللي أنا جبته لك وجهزي نفسك. ما سألت وين رايحين، بس لما وصلت المكان كانت مفاجأة حقيقية تحفة. مطعم مطل على البحر، الشموع موزعة بطريقة ساحرة، والموسيقى ناعمة جدا. جلسنا نضحك ونتكلم كأننا ما مرينا بكل اللي راح. تركي صار يسمعني، طالعني بعين مختلفة، عين فيها امتنان وحب وراحة. وقال لي وقتها: أحس السفر غيرنا، بس وجودك في حياتي غيرني أكثر. قلت له: شلون؟ قال لي: خلاني أصدق إن الحب ممكن يبدأ من وجع وينتهي بطمأنينة. كنا نضحك وقتها لين التفت وشفت ليان داخلة المطعم مع مجموعة من رجال الأعمال. نظرت لنا، نظرتها كانت تكفي تحرق 1000 صفحة من ماضيها. كنا نضحك ونمسك يد بعض، وتركي يميل ناحيتي وهو يقول: ما أبي أضيع ثانية بدونك. وكانت ليان تشوف عينين ممتلية بالندم والدموع، مو بس لأنه فقدته، لكن لأنها فهمت إن حتى ما في فرصة للرجوع. ذيك الليلة وأنا طالعة من المطعم التفت علي تركي وقال: راح صدقيني، لو الزمن يرجع ما كنت بختارك لأنهم فرضوك علي، كنت بختارك لأنك أنت الوحيدة اللي رجعت لي نفسي. ابتسمت وقلت له: وأنا كنت بختارك لأني ما عدت أبي أعيش إلا مع اللي يحبني ويقدر وجعي. ومن ذاك اليوم ما عاد ليان تقدر ترفع عيونها علينا. كل محاولة منها كانت تذوب قدام حب حقيقي ما ينباع ولا يشترى. ومن بعدها صرت أقدر زوجي أكتر، وأحاول دايم إني أكون الإنسانة اللي تسنده وتوقف معاه. هو أفضل شخص دخل حياتي من جد، الله يبارك لي فيه، ودعوني بالذرية الصالحة. وكمان حتى أهل زوجي صاروا مرة تحفة ويحبوني عن حب ابنهم لي. ولهنا تكون انتهت قصتنا. نتمنى تكون عجبتكم، لا تنسوا اللايك والكومنت والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي وش نوع القصة اللي تبونها عشان إن شاء الله بسويها. وكمان في موقع صارحني لو تبون ترسلوا لي قصصكم من دون ما أعرف إن انتم، وتبون ترسلوا لي قصص يعني كبيرة طويلة حلوة. تلاقوا مواقع كل حاجتي بالديسكريبشن. والسلام عليكم حبيباتي، يلا مع السلامة، باي.